في حاجات المفروض تفضل مدفونة في أعماق البحر، بس العلماء لما حاولوا يستكشفوا اللي تحت أكتر صحوا كائن أكبر وأخطر من أي كائن، وهو الميجالدون، ورجع يصطاد والمحيط بقى ملعبه والبشر مجرد فريسة ماشية على سطح المية. يلا بينا. فيلمنا بيبدأ بجوناس وهو رايح ينقذ غواصة، بس حاجة بتخبط في الغواصة ومحدش بيكون عارف ايه ده، وبتخبط فيهم تاني وبيكون هيكل الغواصة هيتدمر خلاص، بس جوناس بينقذ اللي يقدر عليه وبيكون الغواصة هتتدمر بيهم. فجوناس بيقفل وبيفك الغواصة عنهم، وبيكون هيلر عاوز يفتحها بس جوناس بيقول له هتموت الكل، والغواصة كلها بتتفجر فعلا. وبنروح بعدها ب5 سنين في الصين، وبيكون في محطة اسمها مانا 1 ومتخصصة في البحوث في أعماق المحيط. وبيوصل موريس المحطة، وبيكون موريس هو اللي ممول المحطة كلها بالفلوس. وبيقابل سوين وهي عالمة أحياء بحرية، وبيكونوا شايفين كل حاجة موجودة جوه المحطة كأنهم في المية بالظبط. وبتكون لوري في مهمة عشان تستكشف القاع، وبيكونوا اكتشفوا إن ده مش القاع، ده طبقة من كبريتات الهيدروجين بس مش متأكدين لسه، وبيكونوا عاوزين أول حد يوصل لهناك. ولوري توصل فعلا، وفعلا مش بيكون ده القاع، وبيكون حاجات أول مرة يشوفوها، وكلهم بيكونوا مبسوطين باللي وصلوا ليه. وبينزل روبوت من الغواصة وبيتحكموا فيه عشان يكتشفوا كل حاجة، بس فجأة بيظهر على الرادار إن في حاجة بتقرب منهم، وفجأة بيفقدوا التواصل مع الروبوت ومحدش عارف ايه اللي حصل. وبيكون الجسم ده جاي عليهم وبيخبط فيهم جامد، وبيكون محدش عارف هو ايه ده، وبيرجع عليهم تاني وبيخبطهم. وبتقول لهم لوري ان جوناس كان عنده حق والاتصال بيتقطع، وبيحاولوا يتواصلوا معاهم بس من غير اي نتيجه. وبيتجمعوا كلهم وبيقولوا ان اخرهم 18 ساعه ومش هيعرفوا يطلعوا لوحدهم، وبيقولوا ان مفيش اي حد هيعرف يعمل عمليه انقاذ زي دي غير واحد وهو جوناس. بس ميلر بيقول لماك انت مش فاكر اخر مره حصلت لما انقذ حد من العمق ده ايه اللي حصل؟ قال له بس ده انقذ 11 واحد وانت منهم. قال له بس ساب صحابنا يموتوا. بس ماك قال له ان جوناس قال ان في حاجه هاجمتهم، بس هيلر بيقول له ان هو كان سكران وبيتخانقوا، وبيقول لهم الدكتور تشانج يسكتوا ويجهزوا طياره عشان هيروحوا تايلاند. وبيروحوا عشان يقابلوا جوناس فعلا، وبيعرفوا ماك على تشانج وبيقدم لهم مشروب. وماك بيقول له ان هم مش جايين يشربوا حاجه، بس جوناس بيقول له ان هو مبقاش ينزل الميه تاني. وبيقول جوناس لتشانج هتقول لي المشكله بتاعتك وهرفض، وهتعرض عليا فلوس وهرفض برضه، ومهما تعمل انا كده كده هرفض. وبيشغل له ماك تسجيل، وبيكون التسجيل بتاع لوري، وبتكون دي كانت مراته والفريق بتاعها، وهم تحت عمق 11000 متر تحت الميه. وبيوافق جوناس، وبيحاولوا في الغواصه وبيصلحوا اي حاجه فيها، وبيعرف واحد يشغل الطاقه الاحتياطيه. واول ما النور بينور في حاجه بتيجي تخبطهم تاني، ولوري في مفك بيدخل في بطنها بسبب الخبطه دي، وبتقول لهم يطفوا النور. وبتسمع سون وهيلر تسجيل جوناس القديم، وهم بيستجوبوه وبيسألوه هو ليه سابهم. قال لهم ان هو انقذ 11 واحد، ولو كان فضل كان كلهم ماتوا، بس بيقولوا ليه ان ما كانش في حاجه ومفيش دليل على كده. وبيتخانق مع هيلر وقتها، وسوين بتقول له ايه حصل وقتها؟ قال لها ان هو ما كانش في وعيه، واحنا دلوقتي بنعمل نفس اللي حصل قبل كده. ودي جي بيروح يقول لسوين تيجي، وبيعرفها ان متبقي ليهم ساعتين تحت بس. وبتقول لهم ان هي هتنزل بالغواصه دلوقتي عشان تنقذهم، وبتقول لبنتها ان اصحابها مش عارفين يطلعوا دلوقتي وهي هتروح تساعدهم. وبتودعها وبتركب الغواصه وبتنزل في الميه. وبيوصل جوناس لهناك، وبيعرفوا تشانج ان سوين اخد الغواصه ونزلت. وبيروح جوناس لهيلر عشان يكشف عليه، بس مش بيكمل كشف عشان يلحقهم. وبيروح جوناس على الغواصه وبينزل، وبتكون مينج بنت سوين جوه، وبتقول له انت اكيد الشخص المجنون. قال لها مين قال لك كده؟ قالت له ان امها وهيلر. قال لها بس هو مش مجنون، هو بيشوف حاجات غيره مش بيشوفها. قالت له ما هو كده تبقى مجنون. وهي طالعه بتقول له يا امها هتموت. قال لها لا، هو هيرجعها لها سليمه. وبتطلع، وجوناس بينزل في الميه وبيكون واقف مش عايز ينزل، بس بينزل. وبيكون بينزل بسرعه رهيبه، وحول كل الطاقه اللي موجوده في الغواصه للمحركات عشان تنزل بسرعه. وهيلر بيقول لهم ان هو كده هيغمى عليه عشان مستوى الدم عنده بيقل، وماك بينادي عليه، بس جوناس بيقول له يعرف هيلر ان هو مش هيقلل من السرعه بتاعته. وبيبلغ دي جي سوين ان جوناس نزل وهي ممكن تطلع دلوقتي، بس بترفض. وبيقول جوناس يقول لها تطلع عشان كده هيبقى في خطر اكتر. وبيقولوا ليه ان هي سامعاه. وبيكون مناخير جوناس بتجيب دم بسبب الضغط، وبيطفي كل حاجه عشان يوفر طاقه. وبتوصل سوين وبتقول ان هي كده هتقطرهم عشان تخرجهم، وبتكون خلاص هتضغط على الزرار، بس حاجه بتخبطها وبتقول لهم في حاجه تحت. وبيكون في اخطبوط بيضغط على الغواصه وبيكون هيدمر الغواصه، بس فجاه بيسيبها بسبب ان قرش كلو. وبتقول لهم ان طوله من 20 ل 25 متر. قال لهم جوناس ده الميجالدون. وبيقول لسوين تقفل النور عشان هو بيجي على النور، وبيكون لازم في الغواصه بتاع سوين وقت معين على ما النور يطفي. وبيكون رايح عليها خلاص، بس جوناس بيلحقها لما بيرمي العاب ناريه في الميه، والميجالدون بيروح عليها. وبيقول لها جوناس تطلع دلوقتي، وبتسمع كلامه وبتطلع. وبيعمل جوناس ربط بين الغواصتين، وبيحاول يفك الباب بتاع الغواصه التانيه، وبيعرف وبيطلع لوري. وبيكون الميجالدون جاي عليهم تاني. واحد كمان بيلحق يطلع، بس توشي مش بيكون هيلحق يطلع، وبيقفل الغواصه وبيلغي الربط اللي بينهم، وبيشغل النور عشان
عشان ينقذهم والغواصة بتتدمر. وبتروح سوين تسأله على توشي، قال لها إنه واقف الربط اللي بينهم. قالت له أنت اللي سبته عشان دي طبيعتك إنك تسيب الناس وراك. قال لها هي اللي بعتتهم لتحت. وبيقول لماك عشان كده ما كانش عاوز يرجع وبيمشي. وبيروح يطمن على لوري، وهيلر بيقول له إن هو آسف عشان ما صدقوش قبل كده. قال له جوناس أنت أنقذت لوري وكده إحنا متعادلين. وبيجيبوا على الشاشات شرح للميجالدون عشان يبقوا عارفينه. وبيكون القرش دوت طوله بين 21 متر لحد 27 متر، والميجالدون اكبر سمكة قرش. وتعرف تقسم حوت نصين، وكان الكل فاكر ان الميجالدون انقرضت من 2 مليون سنة. وبتروح مينج تشكر جوناس عشان انقذ امها ووفى بوعده. وبتروح مينج تلعب بلعبتها، بس فجأة بتلاقي الميجالدون قدامها وبيكون بيحاول يكسر الازاز عشان يدخل. وبتصوت وبيروح لها جوناس وسوين، وبيعرفوا ان الميجالدون خرج من المنطقة المجهولة. والحوت بيظهر قدامهم كأنه بيستغيث، بس الميجالدون بيظهر وبياكلوا قدامهم. وبيقولوا لما الغواصة طلعت طبقة كبريتيد الهيدروجين اتقفلت عادي. قال لهم جوناس لما اتدمرت الغواصة اللي تحت عملت ضرر اكبر في الطبقة دي، ومن هنا الميجالدون عرف يطلع. وبيقول لهم واحد ان في شرجات له على بعد 3 ميل، وبيشوفها على الرادار وكانوا 3 قوارب والميجالدون دمرهم. وبيروحوا فعلا وبيلاقوا القوارب كلها متدمرة ومحدش عايش. وبيكون الميجالدون جاي عليهم، وبيقول تشانج ان في قفص اسماك قرش وفي بنادق، ولو عرفنا نصيبه في منطقة حساسة زي الخياشيم هنعرف نحقنها بمادة مهدئة. وماك بيقول له بس هم مش هيلحقوا يجهزوا كل ده، بس موريس قال لهم ما نحقنوا بجهاز تتبع، وبيتفقوا على كده فعلا. وبيقولوا ان لازم حد يعوم هناك، وكلهم بيقولوا لا، بس جوناس قال لهم اللي هو هينزل. وبيديروا بندقية فيها GPS وبيربطوه في الرفعة عشان يعرفوا يسحبوه بسرعة. وبينزل للمية وبيروح يقرب من الميجالدون، وبيكون مش لاقيه، بس بيظهر قدامه فجأة وبيمسك جوناس البندقية وبيضرب جهاز التتبع في الميجالدون وبيسحبوه. بس سوين بتقول لهم يستنوا عشان كده هيعمل صوت، وبيعمل صوت بالفعل. وبيكون الميجالدون جاي على جوناس وبيقوم بسرعة وهم بيسحبوه بالرفعة بسرعة. وبيكون الميجالدون وراه وبيكون خلاص هياكله، بس بيلحق يطلع قبل ما ياكله. وبيكونوا بيجهزوا عشان يموتوه، وبيجهزوا القفص. وبيكون القفص ده مضاد الاسماك القرش وبيكون مستحيل يتكسر. وسوين بتكون هتنزل في القفص، وبيكون جوناس قلقان بس بتقول له ما يقلقش. وبتنزل وبيكون في سمك قرش صغير بيخبط فيها، بس فجأة كل السمك بيهرب. وبيكون الميجالدون جاي عليها وبيخبطها وبتيجي تضربه، بس بيهرب وبيرجع تاني وبيعض الكبسولة كلها وبيسحب الرفعة بالقارب كله. وبتضربه سوين بالسهم وبيجري، بس بيرجع تاني وبيكون عايز يبلع الكبسولة كلها عشان مش عارف يكسر الازاز. بس جوناس بيغير بسرعة وبينزل المية عشان يلحقها، وبيسحب الميجالدون القارب كله معاه تاني لحد ما الرفعة بتتكسر وجاكس بتقع في المية. وبيسيب الميجالدون الكبسولة، وبيكون القناع بتاع سوين اتكسر. وبيكون الميجالدون جاي على جاكس، بس بتلحق تطلع على اخر لحظة. وبيحاول جوناس يطلع سوين، بس بيكون صعب يفتح الكبسولة، والرفعة بتقع في المية وبتكون هتسحب الكبسولة لحد القاع. بس جوناس بيلحق يطلع سوين، وبيكون الميجالدون جاي عليهم، بس بيكون مربوط في الحبل بتاع الرفعة وبيغمى عليه. وسوين بيكون مغمى عليها وبيفوقوها، وبتشكر جوناس عشان انقذها. وبيخرجوا وبيشوفوا الميجالدون متعلق على السفينة، وبيكون وول عاوز يتصور معاه، بس بيحركوا الرفعة وبيتحرك وبيخاف وبيقع في المية. وبيكون جوناس بيقول لسوين فاكرة آثار العض. وفجأة ميجالدون تاني أكبر بيطلع ياكل الميجالدون الميت وبيدمر السفينة كلها، وكلهم بينزلوا في المية. وبيقول لهم دي يلحقوه عشان مش بيعرف يعوم. وبيروح جوناس يطلع تشانج، وموريس بيكلم حد وبيقول لهم إن في قرش هنا ويجوا عشان ينقذوهم. وبيكون هيلر وجاكس في المية، والقرش بيكون جاي عليهم، بس بيروح هيلر بنفسه عشان جاكس. وبيكون ماك بيعوم القارب عشان يعرفوا يمشوا من وسط المية، وبيركبوا فعلا القوارب وبيمشوا. وبيكون الميجالدون وراهم، بس الهليكوبتر اللي موريس كلمها بتيجي وبيضربوا عليه وبيختفي. وتشانج بيكون بيموت وبيودع سوين وبيقول لها ما تزعلش منه، وبيموت. وبيوصلوا للمحطة وبيقول لهم موريس ان هو بلغ الحكومات من الصين وتايلاند وفيتنام واندونيسيا واستراليا، بالمعنى الاصح اي حاجة هتبقى قريبة من الميجالدون، وهم هيبعتوا حاجة تدمر الميجالدون. وبيقول لهم هي في المحطة لما الميجالدون يتقتل وبيمشي في الهليكوبتر، وبيكونوا جايبين مواد متفجرة وبيرموها عليه، وبيكونوا فاكرين اتفجر خلاص. وبيكون في قارب تبعهم كمان وبيروحوا ليه على اساس انه هو مات، وبينزلوا من القارب عشان يشوفوه. وبيكون في اسماك قرش صغيرة جاية تاكل منه، بعد كده بيختفوا. وبيقولوا ان اللي قتلوه ده كان حوت عشان ملوش اسنان، والميجالدون بيكون تحتهم وبيتحركوا بالقارب بسرعة، وواحد فيهم بيقع وبيكون بيطلع على الحوت، بس الميجالدون بيجي وبياكله. وبيقول جوناس ليهم ان موريس ما كلمش اي حد ومحدش عرف لحد دلوقتي بالميجالدون. وبيقول لجاكس يخترق القمر بتاع موريس عشان يعرف يحدد المكان بتاع الميجالدون. وبيكونوا بيتحركوا ناحيته قبل ما يوصل للناس على الشاطئ، وهيخلوه يبعد عن الناس بصوت. وبيكون الصوت ده صوت دلافين، وبيكون الشاطئ زحمة والعدد اللي موجود كبير. وبيمسك الميجالدون في سلسلة مثبتة في القاع وبيسحبها معاه، والناس كلها بتقع في المية. وبيقولوا ان في قرش وبيحاولوا يتحركوا بسرعة، فبيعملوا تحركات في المية وبيطلع ياكل فيهم، وبيكون جاي عليهم خلاص، بس بيلحقوا ينزلوا الصوت وبيروح على الصوت. وبينزل سوين وجوناس بالغواصات، وبيكون الميجالدون ورا جوناس وبيحاول يهرب منه، بس الميجالدون بيكون وراه والغواصة هيكلها بيتأذي.
وبتضرب سوين فيه صاروخ بس مش بيكون جه فيه، وبيكون الميجالدون جاي على جوناس، وجوناس بيجي يضرب بس مش بيعرف عشان الغواصه بتكون شبه بايظه، وبيكون بيحاول يعدي جوناس، وبيكون في طيارات جايين يصوروا الخبر بس بيخبطوا ببعض وبيتدمروا، وبيكون هينزلوا على السفينه فالكل بينط في الميه، وبتقول سوين لجوناس ان هي هتطلع عشان بنتها وبتروح تنقذهم، وبيقولوا لجوناس ان هي جايه عليهم، وبيقول لهم ان هو هيخلي القرش ده ينزف، وبيروح ناحيه الميجالدون وبيكون هياكله بس بيعدي من تحته وبيكون بيفتح بطنه كلها، بس الميجالدون بيتضايق وبيكون بياكل الغواصه كلها وبيكسر الازاز، والميه بتدخل لجوناس بس بيخرج وبياخد السهم المسمم وبيمسك في الميجالدون بسكينه وبيدخل السهم في عينه، وبعد كده بيطلع في الهواء وبينزل في الميه ميت، واسماك القرش التانية بتكون راحت عشان تاكله، وبتروح سوين تلحقه وبيطلع معاها وبيروح للقارب بتاعهم. وبكده يكون فيلمنا خلص. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، ولو عاوزنا نتكلم عن اي فيلم اكتب لي تحت الكومنتات. وبس كده، سلام.